ليدي زهدورة وجمال ليدي زهدورة وأولادها، وده عيد ميلادها وابنها قرر يحتفل معاها ويهديها. جايب لها باكت ورد تجنن، وطبعا الهدية لازم تكون تليق بمقام ماما. زي ما انتوا شايفين كده ساعة رولكس، ما شاء الله، يعني ربنا يزيدها ويزيدنا جنبنا. بس الفيديو النهاردة اللي أنا عاملاه علشان في الفيديو لما تكملوه للآخر هتعرفوا إن مهما كنا أغنياء، ومهما كان عندنا إمكانيات مادية عالية وعايشين عيشة الأثرياء زي ما بنقول، لكن في عندنا حب أو موهبة أو حاجة معينة ما نقدرش نستغنى عنها. والسيدة دي نفس الكلام، يعني هي بتحب تعمل حاجة معينة وموجودة في فيديوهاتها، وما بتقدرش الموهبة دي تستغنى عنها. هي بتحب تعمل ده لنفسها بنفسها، برغم كل الإمكانيات المادية اللي ممكن تكون عندها والرفاهية، وإن هي زي ما انتم شايفين كده لما بتحب تعمل حاجة في البيت بتشتري. يعني ده مثلا دريس ممكن يكون ديور، أو ممكن يكون لويس فيتون أو أي حاجة، علشان بس خارجة أو واقفة تعمل أكل. بس في نفس الوقت ما بتستغناش عن موهبتها. زي ما انتم شايفين كده عاملة أوضة، وزي ما انتم شايفين مكنة خياطة، هي بتحب التفصيل. يعني بجد أنا مبهورة بيها، بتحب تفصّل، تعمل حاجات لنفسها بإيديها، ودي حاجة جميلة جدًا. ده يخلّينا نكتشف إن فعلًا مهما كنا أثرياء، ومهما كنا عندنا إمكانيات، إن إحنا ما نستغناش عن موهبتنا أو حلمنا أو شغفنا أو حُبّنا، أو إن في حاجات إحنا بنحب نعملها لنفسنا بإيدينا ما نقدرش نستغنى عنها. هي بتحب ده جدًا، بُصّوا بتعطّر فظيعة، فظيعة تجنن، تجنن ما شاء الله عليها. عملت الدريس اللي عملته وحطّته يتنضّف، نضّفت بيتها بإيدها. اللي بيعجبني في فيديوهاتها إن هي فعلًا بتحب تعمل حاجات كتير جدًا في البيت بإيديها. شايفين المراية التاتش دي؟ تجنن ما شاء الله، حلوة جدًا، 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 جدًا. الورد يجنن. والله أنا باحب أتفرّج عليها وعلى فيديوهاتها، لإن هي بتحسّسني إن فعلًا مهما أنا كنت ثرية أو عندي، يا رب، يا رب، يا رب نبقى أثرياء ولكن ما نقدرش نستغنى نهائي. بس دريس يجنن والله، يجنن ما شاء الله. والصندل صغرت فيه 20 سنة. هي عاملة على فيلم الباربي، فكانت عاملة الفستان عليه وكده. مننساش دورنا كأمهات، برضه بتفصّل حاجة تانية عشان خارجة، لإن دي هوايتها وده شغفها وده حُبّها. بصراحة بتبهرني كل مرّة بحاجة بتعملها شكل. هي تجنن، تجنن وأولادها تجنن. هي سِت بتشتغل وليها دور وفعّالة في مجالها، بس في نفس الوقت أم، زوجة، ربّة بيت، بتعمل كل حاجة ما شاء الله، ما شاء الله، معظم الوقت لنفسها. كمان برضه اللي اكتشفته من الفيديوهات إن هي ما شاء الله بتحب الرسم أو الديكورات، أو إن هي تصمم حاجات بنفسها. بس إحنا اللي بقينا ننسى شغفنا. أولًا أنا باعتذر عن صوتي، أنا عندي برد جامد جدًا، باعتذر عن الصوت، وأنا متغيبة بقى لي فترة إن أنا أنزّل فيديوهات بقى لي حوالي 5، 6 أيام، بسبب إن أنا كنت واخدة دور بارد جامد جدًا والجو حَر، وزي ما أهالينا بيقولوا برد الصيف أحَد من الصيف. ودي حقيقة، أنا بقى لي فترة ما خدتش دور ولا عيد بالمنظر ده. فلازم نخلّي بالنا الفترة الجاية من صحتنا يا جماعة، خضار كتير وفيتامينات، لإن فعلًا الجو صعب. وإحنا طبعًا بنقف في المطبخ بيبقى الجو حَر، ممكن نطلع في التكييف أو قدّام المروحة، نخش ناخد shower ونطلع. فده كلّه بيأثّر على صحتنا، ولازم نهتم بصحتنا، لإن إحنا أساس البيت وأساس الحياة لأولادنا ولبيتنا ولكل حاجة. ربنا يطمنا عليكم كلّكم، ويا رب يرزقنا ويوسّعها علينا ويكرمنا زي ليدي زادة هدورة.